بعد 5 أيام كاملين من دفنه تحت التراب والناس خلاص عزت فيه ونسيته، اكتشفوا الصدمة اللي هزت مصر كلها. الراجل رجع بيته وخبط على أهله وقال لهم أنا لسه عايش. كلهم خافوا منه وقالوا له انت جيت هنا ازاي؟ فحكى لهم عن حاجات شافها جوه القبر وعاشها دقيقة بدقيقة، قصة حرفيا هتخلي شعرك يقف من كتر الخوف. بس الغريب ان الراجل ده ما كانش لوحده، ولا دي الحالة الوحيدة اللي رجعت من الموت، لأن في محافظة المنوفية حصلت حاجة أبشع بكتير قوي مع شاب تاني اسمه محمد عادل. شاب اتقال إنه مات واتدفن، وبعد شهر كامل رجع يمشي وسط قريته وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وعشان تعرف يا صديقي اللي حصل مع الناس دي جوه القبور وصحاهم من الموت تاني، عايزك تقفل النور وحط سماعتك واسمعني كويس جدا عشان تستمتع بكل قصة من القصص اللي هحكيها لك النهاردة. أنا عبد الرحمن بدوي، ودي قناتي ما خفي كان أعظم. سنة 2004 وتحديدا في محافظة القاهرة في حي الجمالية، كان في راجل بسيط اسمه حسين عبد العظيم نعمان. حسين كان راجل مكافح وشغال خراط في ورشة، كان محبوب جدا في المنطقة بتاعته ومعروف إنه بيساعد الناس. حسين وقتها كان شاب بصحته، عنده 35 سنة ومش بيعاني بأي أمراض مزمنة، لا عمره اشتكى قبل كده من تعب ولا حتى كان بيدخن، لحد ما جه اليوم الموعود اللي قلب حياته وحياة عيلته كلها وحولها لكابوس مرعب. حسين في اليوم ده صحي من النوم كعادته وفطر مع عيلته ونزل بعدها عشان يشوف أكل عيشه. بس على العصر كده وهو واقف وسط زمايله في الورشة، فجأة حس بدوخة شديدة والدنيا بدأت تلف حواليه. زمايله سألوه مالك يا حسين، وشك أصفر ليه؟ فرد قال لهم معرفش، بس أنا حاسس إن دايخ قوي. وقبل ما يكمل كلامه وقع على الأرض كأنه لوح متخشب، جسمه نشف وعينيه بدأت تبرق للسقف. زمايله طبعا جريوا عليه وبعدها حطوه في العربية وودوه لمستشفى أحمد ماهر اللي موجودة في باب الخلق في القاهرة. الدكاترة والممرضين جريوا عليه وبدأوا يعملوا له الإسعافات الروتينية، وأما كشفوا على نبض القلب لقوه منعدم تماما. الدكتور وقتها بص لأهل وزمايل حسين وقال لهم البقاء لله، حسين تعيشوا انتوا. حسين مات بسكتة قلبية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. الدنيا سودت في وش والدته واخواته والصراخ والعياط عالي في المستشفى كلها، وبعدها خدوا تصريح الدفن ورجعوه للبيت عشان يغسلوه ويبدأوا في إجراءات تجهيز الجنازة. وبعد ما خلصوا حطوه في التابوت، وطبعا اتحركوا عشان يروحوا على مقبرته ويدفنوه. كل أهل المنطقة ماشيين وراهم عشان يودعوا حسين، الراجل الطيب اللي كان بمثابة أخ للمنطقة كلها، لحد ما سلموا الأمانة والناس كلها مشيت من التربة وهم زعلانين. وبعد 3 أيام بالظبط حصلت حاجة في منتهى الغرابة، لأن حسين فتح عينيه وطلع إنه لسه عايش. حسين لما فتح لقى ان الدنيا كحل حواليه، لدرجة ان حتى ما كانش شايف ايده ومش فاهم هو فين بالظبط. فحاول انه يلتفت يمين وشمال وحس بحاجة خشنة وضيقة جدا لف على جسمه كله من اول راسه لحد رجليه. واما حاول يرفع ايده خبطت في سقف واطي قريب جدا من جسمه، ففهم ساعتها انه مدفون في مقبرة وان اللي لافف حوالين جسمه ده هيبقى الكفن. حسين افتكر انه يا اما مات يا اما بيحلم بكابوس. حسين بدأ يتنفس بسرعة وخوف وبيصرخ بعلو صوته، بس للأسف مفيش حد سمعه. هو من هنا بدأ يستوعب انه مش بيحلم، وفهم الحقيقة المرة انه متكفن وموجود جوه القبر. ورجع يصرخ تاني بصوت عالي وينده على ابوه واخوه، وفضل يقول يا ناس الحقوني انا عايش لسه. بس للأسف حسين مدفون على عمق تحت الأرض ومفيش حد هيسمعه. ففضل يفرك في الكفن لحد ما اتفك منه، وبقى بيخبط بإيديه ورجليه في حيطان القبر الضيقة، ولكن كل محاولاته فشلت ومفيش حد بيسمعه. لحد ما فجأة حسين بدأ يسمع صوت حد بينده عليه، والصوت بيقوله انت خلاص هتموت يا حسين. فترعب حسين وفضل يحسس على الأرض على أمل إنه يلاقي حاجة تساعده إنه يخرج من القبر اللي هو فيه، لكنه ملقاش أي حاجة جنبه غير العظم بتاع الأجسام اللي اتحللت وماتت. حسين حس إن الصوت اللي سمعه ده مجرد تهيؤات بسبب حالة الخوف اللي هو فيها، لحد ما فجأة بدأ يسمع صوت تاني، والمرة دي صوت صريخ جاي من القبور اللي حواليه.
حسين من كتر الرعب بدأ يفقد الوعي أكتر من مرة، وللأسف فضل على الحال ده لساعات طويلة لحد ما فاق وحاول إنه يزق السقف بكل قوته، ولكن دون أي جدوى، لأن التراب والسقف اللي فوقيه للأسف مش مخليه عارف يتحرك. ومن كتر الخوف والمجهود ونقص الأكسجين حسين برضه فضل يغمى عليه كل شوية، وفضل محبوس في الجحيم ده، والوقت بيمر عليه كأنه سنين. هو ما كانش عارف هو بقاله قد ايه تحت الأرض، يا ترى يوم ولا 2 ولا 3، لحد ما حسين فقد الأمل تماما واستسلم لمصيره إنه كده كده هيموت من شدة الجوع والعطش ونقص الأكسجين. في اليوم الخامس بقى حسين بدأ يصرخ كالعادة، وفضل ينده بصوت عالي ويقول الحقوني. أخيرا بقى ساعتها التربي بدأ يسمعه. في البداية التربي افتكر إنه كان بيتخيل، بس لما سمع الصوت ده أكتر من مرة قرر إنه لازم يفتح القبر. وفجأة لقى إن حسين طالع قدامه وبيقول له الحمد لله إن أنت سمعتني. بس حسين كان شكله غريب قوي، طالع من القبر وهو شعر أبيض ووشه شاحب وجسمه بقى حرفيا عامل زي الهيكل العظمي. التربي طبعا ما كانش مستوعب اللي حصل، وللأسف هو اللي مات من الصدمة. سبحان الله، راح عشان ينقذ واحد ميت وفي الآخر هو أصلا اللي مات. وأفكركم يا جماعة إن القصة دي حقيقية بنسبة 100%. حسين طبعا لما شاف إن التربي مات طلع يجري برا المقبرة بسرعة عشان يرجع لبيته تاني في حي الجمالية، ولكن في الطريق أغمى عليه والناس نقلوه للمستشفى. وبما إن معهوش أي حاجة لا تدل على اسمه ولا عنوانه، فضل الدكتور مستنيه لحد ما فاق وقال له على اسمه وعنوانه، واداله كمان رقم حد من أهله وقال له يتصل بيه ويقول له إن هو في المستشفى. والدة حسين طبعا لما ردت افتكرت إن الدكتور ده بيهزر، ابنها حسين مات أصلا، عشان كده قفلت في وشه السكة. ولكن لما الدكتور رن عليها تاني اتفاجئت إنه بيقول لها مواصفات ابنها حسين، فقررت الأم تروح المستشفى وتشوف إذا كان الكلام ده صح ولا لأ. وأول ما دخلت للغرفة اللي فيها حسين ابنها لسه عايش، والغريب إنها وقعت على الأرض وماتت هي كمان من الصدمة. حسين انهار وسأل الدكتور هو أنا إزاي مت ورجعت تاني للحياة؟ طبعا الدكتور رد عليه وقال له أكيد يعني أنت ما متش. والدكتور اللي قال إنك مت هو في البداية شخص حالتك غلط، لأن حسين وقتها دخل في حالة نادرة جدا اسمها الموت الظاهري، أو بتتسمى في الطب برضو الغيبوبة التخشبية العميقة. ودي حالة بتقل ضربات القلب فيها ل5 أو 6 ضربات في الدقيقة الواحدة، والتنفس بيكون صعب جدا لدرجة إن الأجهزة عمرها ما تقدر تستكشفه، وبالتالي الشخص بيبان إنه فارق الحياة. المهم حسين فضل موجود في المستشفى لمدة 3 شهور كاملين، وبعدها فقد النطق تماما لفترة بسبب اللي حصل له. ساعتها مراته جات للمستشفى وطلبت منه الطلاق، والحجة إنها افتكرته مش بشر. وانتشرت قصة عم حسين بين كل الناس لدرجة إن الإعلامية ريهام سعيد التقت بيه في لقاء كامل، هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو. ولو فاكر بقى صديقي إن قصة عم حسين هي القصة الوحيدة، فخليني أقولك إن بعد 19 سنة من تاريخ الواقعة دي، وتحديدا سنة 2023، حصلت حاجة كسرت منطق المعجزات الطبية. والحكاية كانت مع شاب اسمه محمد عادل، الشاب اللي المفروض مات وأهله استلموا جثته، وبعد شهر كامل لقوه بيخبط عليهم وبيقول لهم أنا لسه عايش. كمل بقى معايا يا صديقي وركز قوي في التفاصيل عشان تعرف ايه اللي حصل. سنة 2023 وتحديدا في محافظة المنوفية كان في شاب اسمه محمد عادل عايش في قرية منيا العروس التابعة لمركز أشمون. محمد كان شاب محبوب جدا في وسط منطقته، وبيشتغل في مصنع عشان يساعد والده في مصاريف البيت، وكمان بيساعد نفسه في الجواز. حياة محمد كانت ماشية عادي جدا وما فيهاش أي مشاكل، لحد ما جه اليوم اللي غير حياته 180 درجة. اليوم ده محمد خرج الصبح بدري وراح شغله كالعادة، ومرت الساعات وجي وقت رجوعه بالليل لكنه مرجعش. والدته طبعا بدأت تقلق عليه واتصلت بيه على التليفون، ولكن التليفون كان بيدي مغلق أو غير متاح. الأم قلبها اتقبض وحست إن ابنها فيه حاجة، فبدأت إنها تكلم صحابه وزمايله اللي في المصنع، بس الصدمة إنهم قالوا لها محمد أصلا ما جاش الشغل النهاردة. الأب وإخواته نزلوا في الشوارع وبدأوا يدوروا عليه في كل حتة، على القهاوي وفي القرى المجاورة وكمان عند بيوت أصحابه، ولكن للأسف مفيش أي أثر. محمد تقريبا فص ملح وداب.
مر يوم واتنين وتلاتة لحد ما الموضوع دخل في اسبوع. عائلة محمد عاشوا ايام صعبة جدا وما كانوش بياكلوا ولا بيناموا من كتر قلقهم على ابنهم، لحد ما والد محمد واخواته خدوا بعض وراحوا على مركز الشرطة وعملوا بلاغ رسمي باختفاء محمد. ساعتها طبعا الشرطة بدأت التحريات بتاعتها وسألوا كل اصحاب محمد واللي يعرفوه عن الاماكن اللي هو بيروحها. وبعد مرور حوالي اسبوعين على الاختفاء جت مكالمة لوالد محمد. مأمور القسم اتصل بيه وقال له: يا حاج عادل، جالنا بلاغ بوجود جثة شاب غرقان في فرع النيل اللي موجود بالقرب من السادات، والمواصفات الأولية من حيث السن والطول وكل المواصفات بتنطبق على ابنه محمد. عاوزك تيجي فورا معانا للمشرحة عشان تتعرف على جثة ابنك. الأب طبعا ركبه ثابت وما بقاش قادر يصدق اللي هو بيسمعه، وطبعا خد ولاده وجريوا بسرعة على المشرحة. وهناك كانت المواجهة الأولى مع الموت الحقيقي، مواجهة غيرت مسار القصة كلها. دخل الأب والإخوات للمشرحة والدكتور شد الدرج وكشف عن جثة الشاب الغرقان. الجثة من الواضح كده إن بقالها كام يوم في المية، بس ملامح الوش كانت متغيرة ومنفوخة جدا، ولكن من حيث الطول ولون البشرة وقصة الشعر واللبس كمان اللي كان لابسه بينطبق بالظبط مع ابنه محمد عادل. الأب أول ما شاف المنظر انهار وقال لهم: فعلا ده محمد ابني. ولاده كمان أكدوا للدكتور والنيابة إن من الواضح كده دي جثة محمد أخوهم. وتاني يوم النيابة صرحت بدفن الجثة، وبعد ما استلموها رجعوا على القرية بتاعتهم، وبعدها غسلوا محمد ودفنوه في مقابر العيلة ومشيوا. مرت بقى الأيام والأسابيع لحد ما عدى شهر على وفاة محمد. وفي يوم كانت الساعة 12 بالليل والقرية هادية تماما، وبالصدفة واحد من أهل القرية كان راجع بالليل من شغله ولمح من بعيد وهو ماشي خيال شاب ماشي في اتجاهه. الراجل ما كانش مدي للموضوع اهتمام لحد ما اترعب جدا لأنه شاف إن الشاب اللي ماشي قدامه ده يبقى هو محمد يا جماعة اللي المفروض اتدفن واتاخد عزاه من شهر. الراجل طبعا زي ما انت لو اتحطيت في نفس الموقف هيفتكر ان ده عفريت او قرين محمد، فصرخ بعلو صوته وجري وهو بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بس فضل محمد ماشي في طريقه بكل هدوء لحد ما وصل لباب بيت عيلته وخبط عليهم. في اللحظة دي والدة محمد راحت عشان تفتح الباب، وأول ما شافت محمد بدأت تصرخ واغمى عليها من الصدمة. فصحي الأب وولاده على صوت صريخها وراحوا عشان يشوفوا إيه اللي حصل بالظبط، وطبعا اتصدموا جدا أول ما شافوا محمد قدامهم. هم كمان افتكروا إن ده شيطان أو جن مثلا متمثل على هيئة محمد. بس محمد عادل دخل البيت بكل هدوء وقال لهم: في يا جماعة انتوا مالكوا بتصرخوا ليه؟ ده أنا محمد ابنكم. الخبر انتشر في القرية كلها زي النار في الهشيم، وكل أهالي القرية اتجمعوا حوالين بيت محمد عادل عشان يشوفوه، وفضلوا يكبروا ويقولوا: الميت صحي، الميت صحي. وبعد شوية الشرطة وصل لها بلاغ إن محمد صحي من الموت، فأخدوا محمد وعيلته على مركز الشرطة، ومنها بعد كده لنيابة المنوفية عشان يفكوا اللغز الغريب اللي حصل ده. وفي النيابة بدأ محمد يحكي لهم على اللي حصل طول فترة اختفائه، فقال لهم في التحيات: أنا ما متش ولا حاجة، أنا قبل اختفائي كنت بمر بضغوطات نفسية ومادية كتيرة قوي، فقررت في لحظة يأس إن ههرب من القرية وحياتي القديمة. وسافر محمد لمحافظة تانية بعيدة عشان يدور على شغل، وقفل تليفونه تماما وقطع علاقته بأي حد يعرفه عشان يفصل عن الدنيا كلها وريح نفوخه. بس ما كانش متخيل أبدا إن غيابه هيعمل الكارثة ديت. وهنا وكيل النيابة بص للأب وسأله: لو ابنك محمد قدامنا هو يا حاج وعايش وزي الفل، أمال مين الشخص اللي انت استلمت جثته ده قبل كده وحلفت إنه ده ابنك؟ فرد عليه الأب وقال له: والله يا سعادة الباشا أنا اللي شفته ده كان شبه ابني بالظبط. فأمر وكيل النيابة فورا بفتح المقبرة اللي اتدفن فيها جثة الشاب الغريب، وفعلا راح فريق من الطب الشرعي وقوات الأمن عشان يفتحوا المقبرة. وبعد ما طلعوا الجثة خدوا منها عينة DNA وطبقوها بشوية عينات من عائلة محمد، واكتشفوا ان الشخص اللي اتدفن ده مش هو محمد عادل، وانه شخص مجهول الهوية وغرق في فرع النيل.
وطبعا بسبب وجوده في المية لفترة طويلة معالم الوش اتنفخت واتغيرت ملامحه بشكل كبير. والمفاجأة كمان انه كان نفس طوله وقصته ولون بشرته، وكمان الهدوم اللي لابسها بتتشابه مع هدوم محمد. وبالشكل ده يا صديقي النيابة قفلت القضية واتسجلت من أغرب القضايا اللي عدت على الشرطة كلها. شاركني برأيك في الكومنتات وقول لي أنهي قصة فيهم اللي عجبتك أكتر، وقولوا لي برضو حابين نعمل قصص عن إيه إن شاء الله في الفترة اللي جاية. أشوفكم على خير يا مرعبين في فيديوهات جاية إن شاء الله. مع السلامة.